قال النبي عليه الصلاة والسلام: لئن يزني الرجل بأمه خير له من أن يأكل درهم ربا أو درهم مكس كما قالوا أصحاب الباركينغ، أو درهم مكس. أرض ماشي تاعك، تجي تستغلها أنت وتقول له خلص 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 خلص، والناس كي يجوا يخلصوا أنت على بالك وهم على بالهم باللي ماشي صدقة، وهذاك اللي يمد أو يكذب على روحه باللي على باله باللي ماشي صدقة، باللي اني خايف منك برك عطيت لك هذا مكان، شغل قريسيتني بطريقه جميله وخلاص حضاريه، وانا عطيت لك وبعدين باش نكذب على روحي بلي مانيش محقور ومانيش كذا، نقول خير من اللي يسرق اعطيه له يروح، اعطيه له خير من يسرق. هو لا انت ما عطيتوش خير من يسرق، هو مكس. شفت المكس؟ هذا هو المكس، ان تستغل ارضا لا تحل لك، مش ملكك، وتخلص عليها. وهذا المكس هذا، شفت الربا والمكس هذوما ربي يرفع لهم بزاف العقوبه تاعهم. يعني درهم مكس اعظم من 73 زنيه، يعني حاجه كبيره، حاجه كبيره. لئن يزني الرجل بامه خير له من ان ياكل درهم مكس، يعني ماهيش حاجه سهله. اذا انت الان تحطيت، قال هذا مكس، هذه ربا، وهذه كذا، عبوكش معناتها هذه. لئن يزني رجل بأمه خير من أن يأكل، شغل حاجة بزاف كبيرة، حاجة كبيرة. واش ندير أنايا؟ نشوفها هدية، قالوا لي أكفر ولا أصحاب الأخدود، ما ناكلش، نقعد جيعان أنا، ندخل في الأخدود وما ناكلش درهم مكس، ندخل في الأخدود هذاك تاع النار وما ناكلش درهم ربا، ونبقى كيما راني هكذا، نخلص 4 ملايين وكاري ب2 ملايين و2 ملايين نطبع بها يامات وتخلص، وحياتي كامل هكذايا ما نديش رشوه، ونبقى خدام في هذاك البوست، والبوست هذاك قادر يخدم لي بزاف، يدخل لي المنصب هذاك بزاف دراهم، قادر ندير دراهم كبار، وصحابي داروا، انا ما نديرش، نبقى هكذا. هذا اصحاب الاخدود. اصحاب الخدود هكذا، انت راك في اخدود، الضيق، الكرا، من داك يزيروك يخرجوك، تبدل الرحله، كرهت من الرحله، بصح ما كليتش الحرام.